أهلا بيكم في قناة معمونة. أتمنى لكل المتابعين بالخير وبالصحة. هتكلم النهاردة عن غلاء الأسعار في مصر. عايزين تعرفوا الموضوع؟ خليكوا معايا. أريد قبل ما أتكلم في الموضوع ياريت تشتركوا في القناة وتتفاعلوا معايا وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس علشان الكلام ده يوصل للناس كتير ويوصل للمسؤولين في البلد والفيديو ينتشر. في بداية العام الجديد أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة في أول يناير 24. الحكومة بدأت ترفع الأسعار في حاجات كتير. أول حاجة في أسعار الكهرباء، بدأت في المنازل 16% زيادة و26% زيادة على حسب يعني الشريحة بتاعة الكهرباء. كمان المصانع زادت 20%، وده طبعا عبء لأسر كتير في مصر. كمان محطات المترو، أسعار تذاكر بتاعة المترو زادت 20%. ده طبعا مصاريف للموظفين اللي بيروحوا الشغل أو الطلبة اللي بتروح جامعة أو مدرسة. كل ده مصاريف على الناس، مصاريف على الأسر كلها وعبء عليهم. كمان في زيادة في أسعار اللي هي الاتصالات وخدمات الإنترنت وشبكة المحمول. زودوها 33%، نسبة كبيرة شوية. وياريت الزيادة دي يخلوا شبكة المحمول كويسة أو النت سريع، يبقى حاجة كويسة. ولكن هما فاكرين إن الإنترنت دي رفاهية مش مهمة، ولكن في ناس كتير على فكرة بيشتغلوا على الإنترنت، حاجة مهمة، بقت حاجة أساسية. وفي طلبة كتير بيذاكروا على الإنترنت وبيدرسوا وبيشتغلوا، فبقت حاجة أساسية مش رفاهية. طبعا الناس مش قادرة من الغلو الأسعار كل الحاجات دي. ده غير كمان السكر الغالي والرز، حاجات أساسية، واللحوم والفراخ والبيض والألبان والجبنة والسمنة، كل دي حاجات غليت كل شهر، كل شهر الحاجة بتغلى. الخضروات والفاكهة كل حاجة. الناس مش قادرة، مرتبات ثابتة. الأسعار الحاجات الأساسية بتغلى كل شوية. الناس مش عارفة تعيش، مش عارفة تصرف على بيوتها. زي مثلا أنا عارفة أسر صغيرة من أب وأم وطفلين، الأولاد في مدارس حكومية عادية مش في مدارس خاصة، ومش قادرين، يعني مرتب يدوبك على الإيجار والكهرباء ومصاريف المدارس حكومية عادية. يعني وبيستلفوا كمان عشان مصاريف الدروس لو عيل من العيال بيبقى نفسه في جاكيت أو حاجة زي كده ما بيعرفوش يجيبوه من غلو الأسعار. الملابس كمان بقت غالية جدا. اللحوم والفراخ بقت غالية، يعني بيجيبوها كل فين وفين يجيبوا اللحمة وفراخ في الشهر. دي عائلة صغيرة بتتكون من أب وأم وطفلين. أما لو عيلة كبيرة بقى من أب وأم و5 أو 6 أطفال أو 7 أو 8، يعملوا إيه في المصاريف دي كلها؟ ودي مشكلة كبيرة برضو، مشكلة كبيرة إن الخلفة الكتيرة دي برضو، إن واحد وواحدة يجيبوا ليه 5 و6 و7 و8، ليه؟ هيعيشوهم ازاي ويصرفوا عليهم ازاي وياخدوا بالهم منهم ازاي؟ ويعني يعيشوا، يعني المصاريف غالية انتوا عارفين، ازاي يعيشوهم عيشة كويسة؟ وده في الريف ساعات بيبقى العيال ما بيكملوش المدارس، ما بيدخلوش مدارس عشان المصاريف غالية على الناس، على الأب والأم، فما بيكملوش العيال، ما بيكملوش دراسة من المصاريف الغالية، فبيخلوهم مش متعلمين. وبيبقوا العيال متضايقة، بيبقوا عايزين يتعلموا، بيبقوا متضايقين وعايزين يتعلموا، بس الأب والأم مش قادر يصرف. طب هما بيجيبوهم ليه أصلا؟ ليه كتار كده؟ ليه بيجيبوهم كتير؟ دي مشكلة كبيرة في البلد برضو، اللي هي البلد بيتولد كل سنة 2.5 مليون
طفل جديد بيبقى عايزين مدارس وعايزين أكل وعايزين شرب. كل سنة البلد لازم تعمل تنمية كل سنة عشان في 2.5 مليون طفل بيجي، ودي مشكلة تانية. في حاجة تانية برضو، الحكومة بتقول إن الحد الأدنى للقطاع الخاص 3500 للعاملين، وده ما بيحصلش. يعني 3500 حتى مع إنهم قليلين ما بيكملوش، ما بيعملوش حاجة، ولكن ده ما بيحصلش. هما بياخدوا أقل من كده. يعني أنا عارفة ناس بيشتغلوا في القطاع الخاص بياخدوا أقل من كده وراضيين، يعني أهو يعني على أساس يعني شغل وخلاص، ويدوب يعني بيكفوا المواصلات وكده، يعني ما بيعرفوش يحوشوا منها خالص، يا دوبك حاجات بسيطة جدا يعرفوا يحوشوا. الشباب والبنات بيبقى عايزين يحوشوا ويجهزوا نفسهم، مش عارفين يجيبوا حاجة. الأجهزة الكهربائية سعرها بقى خيالي، سنين عشان يعرفوا يحوشوا جهاز واحد، تلاجة ولا غسالة، ياخدوا وقت طويل جدا عشان يعرفوا يحوشوا الحاجات دي كلها. ده كمان في ناس كبيرة مثلا في السن، أسرة يعني أسرة كبيرة يعني وكده، التلاجة بتاعتهم باظت أو غسالة أو أي حاجة، بيبقى بالنسبة لهم دي مشكلة كبيرة عشان يجيبوا واحدة جديدة، جهاز جديد، تلاجة أو غسالة جديدة، ما يعرفوش، ومعهم عيال ومصاريف مدارس وإيجار وكهرباء وأكل وشرب، ما يعرفوش يجيبوا تلاجة أو غسالة، يعني بتبقى مشكلة كبيرة. كمان الشباب مش عارف يجيب شقة غالية جدا، إيجار غالي، تمليك غالي جدا. الشباب مش عارف يتجوز خالص من غلو الأسعار دي. كمان الأب والأم اللي عندهم عيال في المدارس، الكتب الخارجية بقت غالية جدا، أدوات المدرسية، الشنطة، الحاجات، الأدوات دي كلها بقت غالية جدا برضو. دي الحاجات الأساسية. في كمان المستويات عندنا في مصر، في كذا مستوى، في مستويات عالية مش قادرين كمان يبقوا زي، يعني يعيشوا زي المستوى بتاعهم. يعني في ممثلة المصرية لقاء الخميسي كانت بتتكلم وبتشتكي عن أسعار الزيت غالية، وجابت سعر غالي، كانت تعبانة ومش قادرة ازاي ومش عارفة ايه. زيتها هي جايباه غالي طبعا مستورد فغالي. فهم مش قادرين. كمان مصاريف المدارس الخاصة، ما بيدخلوهم مدارس خاصة كبيرة مثلا، غليت برضو، كل سنة بتغلى عن السنة اللي بعدها بفرق كبير جدا. كل المستويات متأثرة من الغلا، كل مستوى مش عارف يعيش على نفس المستوى اللي كان عايش عليه. كمان البنزين غلي، في ناس كتيرة ما يعني العربية بتاعتها ما بيركبوهاش، مش بيركبوها خالص، بيركنوها أو بيبيعوها خالص مش عايزينها، عشان بنزين غلي جدا. وكمان يعني بيغلى كل سنة بفرق كبير، يعني مش فرق صغير. كمان أسعار العربيات والدهب بقى أسعار خيالية جدا. اللي هو من مستويات عالية وعايز يشتري عربية بقى سعره خيالي، بيبقى عايزين يحوشوا فلوس، بيحوش فلوس عشان يجيب عربية، يروح يلاقيها غليت عشان الأسعار بتغلى وفرق كبير كمان مش قليل، فيحوش تاني الفلوس يلاقيها برضو تانية غليت، يحوش تالت، يعني يقعد كده على طول. بقى فرق كبير قوي في الأسعار. الناس غلبانة، ناس غلبانة خالص، الناس بسيطة عايزين ياكلوا فول وطعمية وسندوتش فول وطعمية بقى غالي. يعني بالنسبة للأول بقى غالي، فرق كبير في السعر. الفول والطعمية غليت، الأكلة الشعبية المصرية رخيصة بقت غالية بالنسبة لناس بسيطة. يعني بتكلم عن ناس بسيطة خالص، حتى ما بيشوفوش اللحمة والفراخ. في ناس بسيطة جدا ما بيشوفوش اللحمة والفراخ عشان الأسعار. طبعا انتوا عارفين اللحمة والفراخ غليت جدا، الناس بتستلف، بقى عندها ديون على حاجات أساسية، يعني مصاريف كلية، مصاريف دروس عيال، عايز بيستلف عشان يجيب تلاجة، عايز يجيب غسالة، بقى عندهم ديون. المفروض المرتب يعني يغطي كل حاجة للأسرة،
المفروض المرتب يغطي الأكل بتاعه يبقى كويس جدا، ويدفع إيجار وكهرباء وغاز عادي، ويدخل المدارس للعيال مثلا مدارس كويسة كمان، ولبس كويس جدا. المفروض المرتب يغطي ده كله، ويكون في فائض كمان عشان فسح والحاجات دي، وكمان عشان رفاهيات وحاجات زي كده. ده المفروض المرتب يغطي ده كله، ولكن ده طبعا مش موجود. المرتب يا دوبك بيبقى الشباب مثلا لو يعني المرتب بتاعه بيبقى صغير، يا دوبك على مواصلات وأكلة في الشغل وخلاص، ويا دوبك حاجة بسيطة خالص عشان يعرف يحوش، وساعات يحوش وفي ناس ما بتعرفش تحوش أصلا. يعني في ناس كتير بيقولوا لي كده يعني، واعرف ناس يعني كده مش عارفين يحوشوا. زي ما انا قلت في شباب فوق 30 مش عارفين يتجوزوا، وفي أسر خايفين كمان ان عريس يجي لبنتهم، عشان انتوا عارفين الجهاز غالي، عايزة بقى تلاجة وغسالة وبوتاجاز وحاجات أجهزة دي كلها وحاجات تانية كتير، فبيبقى خايفين عريس يجي لبنتهم أصلا من غلو الأسعار. الحكومة بقى الجديدة المفروض المرحلة المقبلة اللي هتيجي يبقى لازم تبقى فيه حكومة جديدة بقى، يعني لازم يبقى بقى رجل اقتصاد عشان يواجه الأزمات الموجودة دي. طبعا رئيس الوزراء الموجود حاليا مصطفى مدبولي مهندس كبير، عمل مشاريع ضخمة في مصر، مدن جديدة ومشاريع كتيرة، مشاريع جميلة وعظيمة. أنا اتكلمت عنها في فيديوهات كتيرة جدا، وكنت فرحانة بالمشاريع دي كلها، زي العلمين والعاصمة الإدارية ومشاريع ضخمة كتيرة جدا. ولكن يعني لسه احنا مش حاسين بالإنتاج بتاعها، أو يعني مش بياخدوا مكاسب المصريين، يعني لسه محسوش بالمكاسب بتاعتها، لسه هتاخد وقت. فياريت الحكومة بقى الجديدة هتيجي بسرعة المفروض إن شاء الله، عشان تحل بقى الغلاء والأزمة دي. المفروض حكومة بقى اقتصادية كبيرة تعمل خطط بقى عشان تحل الأزمة اللي عندنا دي. احنا عندنا دكاترة وأساتذة كبار وعباقرة في الاقتصاد، عندنا مصريين كبار في الاقتصاد، عشان يحلوا المشاكل زي الغلا والتضخم ونقص في الدولار والسوق السوداء عشان تنتهي من مصر. في فرق في السعر ما بين السوق السوداء والبنك، فرق بقى ضخم جدا. فلازم العلاج المشكلة دي لازم يبقى طبعا ناس اقتصاديين وعارفين كل حاجة عن اقتصاد مصر ومشاريع مصر وكل حاجة. طبعا ياريت يعني يكون ده بسرعة جدا، عشان الناس تستريح شوية والأسعار تنزل شوية، الناس تستريح. الناس عايزة ايه؟ عايزة الأسعار تبقى يعني في متناول الإيد، يعني مش يعني ما يبقاش صعب قوي الواحد يعني يجيب حاجة، بيبقى بصعوبة. فاحنا عايزين الأسعار تنزل شوية عشان الناس تستريح. في ناس كتير بقى هتقول بقى السبب الأزمة الاقتصادية اللي عندنا في مصر ده عشان كورونا والحرب الأوكرانية وكده، إن هما السبب في التضخم العالمي. وفعلا أنا بقول فعلا إن الكورونا صح، والحرب الأوكرانية هي سبب التضخم العالمي، علشان كمان الحبوب غليت والنفط البترول غلي من الحرب الأوكرانية دي، حصل تضخم في العالم. واحنا كمان نستورد الحاجات دي من روسيا وأوكرانيا، كنا نستورد الحبوب والبترول من عندهم. فأمريكا رفعت الفايدة، لما حصل تضخم فأمريكا رفعت الفايدة، سحبت الدولار من مصر ومن دول كتير، دول نامية كتير. فأمريكا لو نزلت الفايدة فبيقولوا يعني احتمال كبير أمريكا ممكن تنزل الفايدة في آخر سنة 2024 دي. فلو نزلت الفايدة هتحل المشكلة شوية عندنا.
فياريت يعني ياريت أمريكا تعمل كده وتنزل فايدة عشان يعني تخف شوية والدولارات ترجع تاني بقى، اللي هي الأموال الساخنة ترجع تاني في مصر يعني، والدولار يبقى كده يبقى موجود في مصر. في ناس تانية تقول سبب الأزمة اللي عندنا، الأزمة الاقتصادية اللي عندنا، اللي هو اللاجئين اللي جم كتير في ثورة 25 يناير في 2011. حصل فوضى طبعا عندنا في مصر، فجم كتير بقى لاجئين بقى من كل الدول اللي يعني اللي حوالينا وكده. فبيقولوا هم السبب بقى، اللاجئين دول السبب في السوق السوداء ونقص الدولار اللي عندنا، الشقق اللي غليت يعني وكده. إن هما كمان الدولة المصرية ما خدتش أي مال أو أموال دولية علشان اللاجئين دول، وكمان اللاجئين ما كانوش بيدفعوا ولا أي حاجة مقابل إن هما يقعدوا في مصر، فما كانوش بيدفعوا حاجة. وكمان كانوا ما بيدفعوش أي حاجة لو في طالب مثلا في مدرسة أو في جامعة، الدولة ما كانتش بتخليهمش يدفعوا أي حاجة. فطبعا ده أثر علينا. كمان بياخدوا شقق، فده طبعا خلى الشقق غليت يعني وكده. اللاجئين بياخدوا طبعا نفس الخدمات اللي احنا بناخدها، خدمات الغذائية، الكهرباء، الغاز، كل الحاجات دي كلها بنفس السعر بتاعنا. يعني ما فيش فرق ما بين المصريين وما بين اللاجئين في أي حاجة. بياخدوا كل حاجة بنفس الأسعار، وده طبعا مبيبقاش موجود في العالم كله يعني. بيبقى صاحب البلد غير اللي هو الأجنبي، بيبقى فيه فرق يعني. حتى المصريين لما بيروحوا أوروبا أو أي دولة خليج أو أي حتة، بيبقى فيه فرق ما بين الأجنبي وصاحب البلد، لازم يكون في فرق في الأسعار. ما احنا لأ، احنا خلينا زي بعض يعني، المصري زي الأجنبي بالظبط، ما فيش فرق خالص. فالحكومة بدأت تقنن بقى أوضاع اللاجئين، وبتشوف الأوراق بتاعتهم والإقامة بتاعتهم، واللي غير شرعي مثلا أو دخول غير شرعي، فبيشوفوا الورق بتاعهم، وبيشوفوا بقى العدد اللاجئين عامة من البلاد اللي جاي منين، والطلبة قد ايه في المدارس والطلبة قد ايه في الجامعات. يعني بيعدوا بقى اللاجئين بقى من أي حتة وكده، بيظبطوا يعني بينظموهم على أساس في لاجئين كتير جم، يعني ممكن أكتر من 10 مليون لاجئ من جنسيات كتير، من عرب ومن أفارقة. طبعا ده عبء علينا يعني، ده عبء كبير علينا. واحنا كمان غير زيادة المواليد كل سنة، عندنا زيادة مواليد كبيرة، واحنا دولة كبيرة كسكان. يعني واحنا عندنا كمان أزمة كبيرة، أزمة اقتصادية. ف فحصل تضخم كبير في مصر، 36%، 36% أو أكتر. بس بيقولوا الشهر ديسمبر ده بيقولوا 35 أو 34% نزلت شوية. يا ريت يعني التضخم ينزل يعني وكده، يا رب. صندوق النقد الدولي قال إن الدولار من سنة 24 لغاية 28 هيوصل 36 جنيه و8 من 10. وقال كمان، قالوا في وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، اتكلموا عن التوجهات الاقتصادية الموجودة من 24 لغاية 30. قالوا التضخم هيوصل آخر 24، آخر السنة دي يعني، هيبقى 9%. دي حاجة كويسة، يا رب يحصل. وبيقولوا في عام 26 هيوصل التضخم 5% بس. يا ريت يكون ده حقيقة. كمان بيقولوا هيحققوا نمو اقتصادي كبير، هيحققوا 6% لغاية 8%. دي حاجة كويسة. كمان بيقولوا هيزودوا مرتبات والمعاشات في شهر 6 و7 اللي جاي سنة 2024. برضو دي حاجة خبر كويس يعني.
لسه نازل من شوية. فرحت والله إن إيه يعني أو بدأوا يتحركوا شوية. كمان في تشغيل فرص عمل بيقولوا من 7 ل8 مليون لغاية يعني 2030 بتكلم. كمان هيبقى في زيادة صادرات 20% سنويا لغاية لما نوصل 2030 هنبقى 145 مليار دولار، اللي هو الصادرات يعني هتبقى 145 مليار دولار سنويا. كمان في خطة سياحية 20% سنويا زيادة. هنوصل السياحة 45 مليار دولار سنة 2030. احنا دلوقتي في السياحة بناخد تقريبا 14 مليار دولار في السنة، هما هيخلوها بيقولوا في 2030 45 مليار دولار. دي حاجة كبيرة برضو، حاجة كويسة يا ريت. قناة السويس برضو في زيادة سنويا. عايزين يوصلوا لقناة السويس 26 مليار دولار في 2030. احنا دلوقتي بناخد تقريبا 10 مليار في السنة، 10 مليار دولار في السنة. هم عايزين يوصلوا ل26 مليار دولار في 2030. وكمان عايزين يرفعوا مساهمة القطاع الخاص في التشغيل 90% سنة 2030. وعايزين يطوروا صناعات، وعايزين يعملوا مناطق صناعية روسية وصينية وهندية. وكمان عايزين يحولوا 38% من الديون، احنا عندنا ديون 165 مليار دولار ديون خارجية، عايزين يحولوا 38% منهم إلى استثمارات عن مبادلة ديون ما بين دولة مصر طبعا والصين أو فرنسا وإيطاليا، الصين وفرنسا وإيطاليا. فبيعملوا فوضات يعني على أساس يبقى في مبادلة ديون، يعني الديون احنا مثلا علينا ديون عند الصين، تروح الصين تيجي تعمل استثمارات عندنا بالمبلغ. وده طبعا كده هيوفر العملة الصعبة، وكمان هيقلل الديون، كده هنستريح من الديون هيبقى في توفير عملة صعبة. ودي حاجة كويسة يا ريت. يا رب بقى تتحل بقى مشكلة الغلاء والأسعار والتضخم ونقص الدولار والسوق السوداء، ويا رب تقف الحروب اللي حوالينا دي يا رب، علشان البلد بقى تفوق بقى من اللي هي فيه ده، ومن الأزمة دي تتحل. وبكده الحلقة خلصت. يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس والشير، وتشوفوا فيديوهاتي القديمة، وكمان تستنوني فيديوهات جديدة إن شاء الله. والسلام